السلام عليكم. الحج زي ما انتوا عارفين كله تعب ومشقة، كله بيقف كتف بكتف، نفس اللبس نفس المناسك نفس التعب. لكن برضه هتلاقي الأغنياء بينزلوا في خيام مرفهة مكيفة ويخلصوا المناسك ويروحوا جري على برج الساعة، حاجزين هناك طبعا. أما الحكام فبطبيعة الحال وحسب البلد والبروتوكول فبينزلوا في القصر الملكي، وده طبعا وفقا للبروتوكول والديوان الملكي السعودي. تخيلوا الراجل اللي قدامكم ده، عارفين ده مين؟ ده دكتور الحسن عبد الرحمن، رئيس جمهورية ساحل العاج، اللي اعتذر للديوان الملكي السعودي عن الإقامة في أي قصر من القصور الملكية، وكمان أو أي إجراء خاص بيه، وكمان طلع على نفقته الخاصة وافترش الأرض زي ما انتوا شايفين كده زي بقية الحجاج، وزي ربنا ما قال بالظبط مفيش فرق بين غني ولا فقير في الحج. دكتور الحسن منذ توليه رئاسة جمهورية ساحل العاج استقرت جدا، استقرت سياسيا اقتصاديا، وخلال عام واحد ارتفع دخل الفرد إلى 5000 دولار. فعلا حكم فعدل فنام فأمن. الصحف العالمية بقى تداولت الصورة دي المشرفة، سبحان الله. هنيئا لك يا دكتور حسن، حج مبرور إن شاء الله وذنب مغفور. ادعموا أختكم باللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم.